السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا اوريكم بقى الفتة اللي عملناها اول يوم العيد، وكل سنة وانتم طيبين. واقول لكم ازاي تخلوا الشوربة فاتحة كده وتطلع معاكم فاتحة. اسرار يعني تعمليها، وممكن في ناس كتير عارفينها، بس هي بتفرق جدا في الفتة، بتخلي طعمها حلو. حتى الشوربة بتخلي اوريكي ازاي انت تعمليها وما يبقاش فيها ريحة اي زفارة، وتبقى لونها فاتح جدا. انا هوريكم ازاي ارص الطبق. انا بعمل في طواجن فخار، يعني دي حرية شخصية. انت لو حابة تعمليها في صينية، لو حابة تعمليها كده، يعني حابة تعملي كل واحد ليه طبق، طبق مفتح مسلطح عادي، اللي انت تحبيه. وده العيش انا كنت محمصاه في الفرن، كنت مقطعاه مكعبات صغيرة، قطعيه مثلثات، اي حاجة انت تحبيها، وحطيته تحت الشواية. انا بعمله بطريقتين، يعني بحطه تحت الشواية من غير اي دهون خالص، او بحمره في زيت. برضو لما بحمره في زيت ما بيكونش ما بيشربش زيت خالص، بتطلعيه على ورق، على مناديل مطبخ، وما بيشربش اي زيت نهائي. هو شايفين برص الطبق بقى ازاي، والرز طبعا مفلفل ازاي، بشوحه بس في زيت، وبحط عليه الشوربة وبس كده، وملح وفلفل وخلاص. طبعا الشوربة مليانة كل حاجة فيها، فانا بسقيها بالشوربة، بيكون فيها كل بقى البهارات وكل طعم اللحمة وكده، فبيبقى الرز تحفة، وبيبقى مفلفل وطعمه جميل. والسلطة طبعا عاملاها، وهي الشوربة شايفين فاتحة ازاي. تعالوا اقول لكم بقى انا ابتديت ازاي وعملت ازاي الخطوات واحدة واحدة. اول حاجة انا بغلي مية من غير اي حاجة، اهي الحلة اللي قدام دي اهو اللي انا بشاور لكم عليها دلوقتي، دي بغلي فيها مية وبنزل عليها باللحمة على طول، بديها غلوة غلوتين كده. دي بتطلع فيها الريم وبتطلع فيها اي حاجة، وطبعا بشيل الريم ببعده على جنب، وبشيل اللحم منها، واكون غالية مية تاني. اي حلة بقى عندك، انا عندي حلة بريستو، فهبتدي اسوي فيها. اي حلة عندك مثلا، ممكن حلة عادية، وابتدي احط فيها. هنطلع من الحلة دي على الحلة دي بقى بتشيل الحلة الأولانية اللي بطلع منها اللحمة، بتشيل أي ريم، بتشيل أي زفارة. لو قطع الجزار مثلا اللحمة في مكان مش نظيف، بتنضف لك، عشان كده كده اللحمة أصلا ما بتتغسلش، محدش يغسل اللحمة. فبتشيل أي حاجة في اللحمة، يعني شوايب أو كده. جبت بعد كده جزر وورق لورا وحبهان وفلفل أسود صحيح وبصلاية. كل ده انزل عليه صحيح، يعني مثلا حبهان والفلفل الاسود بورق لورا والجزر والبصل، بحط كله صحيح. وجبت نص معلقه صغيره من السكر، دي بتسرع السوا بتاع اللحمه، يعني لو ما عندكيش حله بريستو فبتسرع السوا. اهو قفلت على الحله، وبعد كده جبت العيش قطعته زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقه دي. قطعته صغير خالص كده، الشكل اللي انت تحبيه. هبتدي ارص في صينيه. انا زي ما قلت لكم بعمله بطريقتين، الطريقه دي، او بحطه، او ب... بس بحمره في زيت. وكل سنه وانتم طيبين بقى يا جماعه، وحطوا لايك بقى، حطوا لايك واشتركوا في القناه، وفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم مني كل جديد. مصور فيديوهات واعمل لكم فيديوهات كتيره باذن الله. اهو بنزل بالعيش، وابتدي احطه تحت الشوايه كده، وكل شويه اطلعه واقلبه، عشان ما ياخدش اللون من ناحيه واللون والناحيه التانية ما ياخدش منها لون. اخر حاجه بقى هعملها الصلصه. انا عملت الرز بس ما صورتهوش. هنزل على معلقتين زيت كبار، وهنزل عليها بنص معلقه، نص معلقه من مثلا الثوم، ياخد لون بسيط كده. هنزل بكزبره ناشفه، وعليها ايه، نص فنجان من الخل. ابتدي اشوحها، احط عليها معلقه صغيره، نص معلقه صغيره من الكزبره ناشفه، وشم بقى ريحه الطشه وريحه ريحه الفته بقى.
تحفة جدا يا جماعة. هبتدي احط اهي الخل، وهبتدي انزل بقى بصلصة. عندك صلصة، دي صلصة انا مخزناها في الفريزر. ممكن تعملي ممكن تبشري طماطم، لو مش عاوزاها مخلوطة ممكن تعصريها في الخلاط عادي، بس متكتريش مية يعني. هبتدي انزل بملح وفلفل، وهبتدي بنص صغيرة من الصلصة، نص معلقة صغيرة من الصلصة، تاخد غلوتين 3 وخلاص اطفيها. وكده احنا جهزنا الطبق اللي هو كل مكونات الفتة. هي مبتاخدش وقت خالص، طعمها لذيذ وجميلة والناس كلها طبعا بتحبها. ابتدي اقلبها كده كويس، هبتدي اسيبها بقى، اطفي عليها، اغطيها بغطا واسيبها تغلي غلوتين كده. وها الشكل النهائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.